النهارده 18/4. احنا الصوبة بتشيل 50,000. هنوريكم صوبة منهم او اتنين. هنوريكم صوبة فيها اقلام وصوبة فيها تربية، عشان نوريكم المعاناة اللي احنا بنعملها لغاية ما تطلع شتلات بلوني عربي، عشان كده بتصلح في الارض المستديمة. دي اول صوبة. دي اول صوبة. طبعا الفاضي ده راح في الاقلام، الفاضي ده اللي هو اتأقلم راح في التربية. تعالوا هما بيجوا يسحبوا اهو. مفيش شتلة في مصر، يا ريت تقرب كده، انا مش عايز اقول ولا في العالم، مفيش شتلة في مصر ولا في العالم. انا بمسك ده عود اخضر وبشده من العود الاخضر، بشده من العود الاخضر. حلو كده، هو مش عايز يطلع لانه عدى في الارض. اتحدى ادي واحد، ادي اتنين، وادي تلاتة. بصوا الجذور، ده الجدر الوتة دي اللي بولونيا عربي بتشتغل عليه. ده الكدر الوادة دي اللي بولونيا عربي بتشتغل عليه. تمام كده. ده الشغل. دي صوبة من الصوب زي ما قلنا 50,000. بصوا اللي بنقول عليها حساسة وبنقول عليها ضعيفة. تعالوا من كتر الشغل، من كتر الشغل ومن كتر التسميد حاجات طلعت وقفشت في الأرض. دي الحاجات اللي مشيت، حاجات طلعت وقفشت في الأرض. دي صوبة اهي 50,000. طبعا عمالين بنسحب منها. هات الزرع، هات الزرع. مفيش شتلة بالحجم ده ولا بالقوة دي إن شاء الله بإذن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا نسبة فاقد قد إيه؟ كل الفاضي ده ما طلعش. تعالوا نسبة فاقد قد إيه؟ بصوا نسبة فاقد قد إيه؟ دي تعتبر المرحلة الثالثة. احنا عندنا المعمل مرحلة فيها نسبة فاقد، عندنا الحضانة مرحلة نسبة فاقد، وعندنا الأقلمة مرحلة نسبة فاقد. تمام؟ يعني هنا في ثالث نسبة فاقد. بس في النهاية اتفضلوا معانا. دي الصوبة من الصور، دي 50,000. الصوبة عندي بتشيل 50,000، لكن في النهاية ادي الشغل اللي انا بطلعه. هات على المنظر على الصور، بس على الزرع. تعالى للصوبة الثانية بسرعة كده عشان مش عايزين الفيديو يبقى طويل. طبعا في صوب ورا. دي الصوبة الثانية، دي بقى مليانة على الآخر، لسه ما فتحناش منها حاجة ولا طلعنا منها حاجة. تعالى بصوا النفق ده. المفروض يتحط تحتيه 2000 شتلة. لو احنا عدينا الأخضر مش هيكملوا 100. شوفوا نسبة فاقد عاملة ازاي. ده أفضل شوية، ده أفضل شوية. معاكم اهي صورة عامة، وري هات صورة عامة كده. دي كده 50,000، دي تاني 50,000. تعالوا اتفضلوا، تعالى يا ابني بسرعة. دي غيرها نسبة فاقد أكتر من 50%. الفاقد ده إيه؟ اللي أنا عايز أقوله يعني. الفاقد ده إن أنا أي واحدة حساسة قليلة ضعيفة راحت. أوريكم واحدة بقى من اللي بتتربى تربية. تعالوا اتفضلوا. دي اللي بتتربى. هات بقى منظر عام. طبعا هنا الصوبة تشيل النص، دي كده بتشيل 25,000.
لان نفس حجم الصوب لكن مش نفس حجم القصير. دي التربيه. بعد كده لسه في مرحله التقسيه، طلعها بره خالص. انا بسلمهاش للعميل اللي بعد ما تطلع بره ب 15 يوم. برضو لو بصيتوا هتلاقي حاجات نامت. طبعا بتمس بالكامل. شوفوا كميه البتمس، بتمس بكام، سعر الدولار فرق قد ايه. بص اللي هناك ده، دي نسبه فاقد عاليه. اي واحده تعبانه حساسه زعلانه عايزه تروح الشغل، بص تعالى اتفضل تعالى يلا. ده الشغل بقى. مثلا قصرية مخصوص، قصرية مخصوص، ولسه بنعدل وبنصلح. ده لسه بداية التربية. معاك اسبوعين اتربت، ولسه اسبوعين هتطلع. اول 5 هطلعها تتقسى بره بقى في الجو ان شاء الله. الله ينور، الله ينور عليك. كل حاجة فرقت. سعر الدولار قتلنا. أنا متعاقد من أول السنة على زراعة شجر، زراعة أراضي، شتلات. كان الدولار ساعتها لا يتعدى 7 جنيه. النهارده الدولار ب10 ونص، زيادة 50%. وللأسف كل حاجتنا بتيجي بالدولار. للأسف. ثواني كده. كل حاجتنا للأسف من بتمس لأصاري، عامل اسطمبة زي بتاع بره، وعامل خامات نظيفة، ما بعملهاش خامات اللي هي الزبالة. نفس الشيء في المزارع. أنا ببيع الشجرة ب 15 جنيه. زراعة أنسجة متأقلمة متربية متأسية، بتاخد العود اللي عدى اللي تاخده تخبطه في الحيطة. وعشان كده احنا الوحيدين اللي عندنا مزارع بولونيا عربي. عمالين نطور في الشتلة، ما جيناش ناحية السعر. الأسعار زادت علينا 50%، ما جيناش ناحية السعر. نفس الشيء احنا بناخد الشجرة ب50 جنيه. أنا كل يوم سبت بروح مزرعة. كل يوم سبت الماسورة ال63 كنت بجيبها ب5 جنيه متر. السبت اللي قبل اللي فات ب85، السبت ده ب6 جنيه ونص. تجيب ال6 بار، وهكذا. محابس، مواسير 4 بوصه 3 بوصه، خراطيم ما بجيبش الا الاوروبيه او الاعلى حاجه تعدي 300 جنيه. انا يوم ما اتعاقدت مع الناس اتعاقدت كانت ب 200 جنيه. النهارده بجيبها ب 340، 50% زياده. انا السنه دي ماديا هخسر، وهخسر جامد جدا، لان انا متعاقد على اكتر من 50 فدان في جميع انحاء مصر. ماديا هخسر جامد جدا، بس عندي استعداد وموافق عشان اخر 2016 اوريكم ال 50 فدان. انا ملتزم، عشان بعض الناس شككت، انا ملتزم ان الشتله ب 15 جنيه لاي حد حجز، وملتزم ان الشجره ب 50 جنيه لاي حد حجز، مع فرق الاسعار اللي حصل ومع ال 50% اللي حصلت. وهكمل سنه 2016 على كده بشغل درجه اولى. لكن 2017 الله اعلم، الله اعلم تماما الاسعار هيبقى شكلها ايه. احنا حبينا نوريكم العقلمه والتربيه، عشان من اخر 5 هنبدا نسلم الشغل ده. الشغل ده في شهر 4 اهو هيفضل هنا حاجه اسمها تربيه، ومن اول 5 هيطلع بره تأسية لمده اسبوعين على الاقل، وهنبدا نسلم الناس شغل زراعه انسجه متأقلم متربي متأسي. مفيش اعلى من كده. انا المعرض في الزهور من 19/3 بقاله شهر شغال، مش راضي ابيع فيه الشتله، مع اني واخد شتلات وموديها هناك، مش راضي. انا بصمم اسلم الشتله متأسية. الشجر اللي باخده ب50 جنيه في المزارع نسبة نجاح فيها 100%، ملتزم اسلمها نسبة نجاح 100%. مع السلامة، كل سنة وانتم طيبين.